مناضل كردي قدير كاسمه، خدم اللغة الكردية والشعر والأدب الكردي. إنه الشاعر والأديب الكردي الكبير قدريجان. ولد قدريجان عام 1911 في ديرك جبل مازي التابعة لمحافظة ميردين كردستان تركيا. حين مجيء قدريجان إلى غرب كردستان كان عمره آنذاك 17 عاما. تعلم اللغة العربية خلال سنة واحدة، وانضم إلى مجموعة دعاة الحرية، ومن ثم انضم إلى جمعية خويبون الكردية. عرف عن قدريجان أنه كان شاعرا، ولكنه كان ضليعا في كتابة القصة القصيرة، كما صدر له مجموعة شعرية عام 1957، وألف كتابا تعليميا باللغة الكردية. بالإضافة إلى ذلك كان شغوفا بالترجمة ومتقنا للعديد من اللغات. لمع نجم قدريجان وذاع صيته بعد مشاركته في أولى أعداد مجلة روناهي برفقة جلادات بدرخان، وسافر إلى الاتحاد السوفيتي سابقا في تموز عام 1957، والتقى خلال الزيارة بالبرزاني الخالد. توفي الشاعر والمفكر قدريجان في 9 من شهر آب أغسطس عام 1972، ودفن في مقبرة الشيخ خالد النقشبندي في حي الأكراد بدمشق.